يا أهلا بيكم. كتير منا ممكن يشوفوا الأخبار ويحس إن الأحداث منفصلة عن بعضها، بس هل فكرنا مرة إيه اللي ممكن يربط بين هجوم صاروخي عنيف في أوكرانيا وأزمة دبلوماسية متصاعدة في بولندا وحركة غريبة لسفينة تجسس روسية قبالة سواحل اسكتلندا؟ النهاردة هنشوف إزاي كل دي قطعة دومينو لما بتقع قطعة واحدة بتجر وراها كل اللي بعدها. عشان نفهم القصة كلها لازم نبدأ من نقطة الصفر، قلب الصراع في أوكرانيا. الكام كلمة دول من الرئيس زيلينسكي مش مجرد تصريح صحفي، دي صورة بتلخص حجم النار اللي ولعت كل الأحداث اللي هنتكلم عنها. الموجة الأولى من تأثير الدومينو ده مش مجرد كلام دبلوماسي أو عقوبات اقتصادية، لا، دي موجة حقيقية من النار والدمار. الهجمات الجوية الروسية العنيفة دي هي المحرك الأساسي اللي بيطلق كل التوابع اللي بنشوفها في كل مكان. كل صاروخ بيقع بيكون وراه قصة، وفي هجوم واحد بس من أكبر الهجمات اللي حصلت مؤخراً كان فيه 25 ضحية على الأقل. الرقم ده مش مجرد إحصائية، دي 25 حياة انتهت، 25 عيلة اتدمرت. ده تفكير مؤلم بأنه وقود الحرب دي هو أرواح الناس. ومحدش يفتكر إن الضربات دي عشوائية، لا خالص، دي استراتيجية محسوبة وقاسية جدا. الهدف مش بس تدمير المباني، الهدف هو كسر إرادة الناس. تخيلوا معايا شتاء قارس، من غير كهرباء، من غير تدفئة، وكل يوم بيتحول لمعركة عشان بس الناس تعيش. ده هو السلاح الصامت اللي روسيا بتستخدمه، بتحول الشتاء لجبهة حرب جديدة. ودلوقتي خلونا نشوف إزاي أول قطعة دومينو دي بتبدأ توقع اللي بعدها خارج حدود أوكرانيا. أول حد حس بالهزة دي هي بولندا، الجارة اللي فجأة لقت نفسها في نص عاصفة دبلوماسية باردة والعلاقات بتنهار بسرعة خض. هنا بنشوف التصعيد ماشي إزاي، زي كرة التلج. القصة بتبدأ باتهام خطير، بولندا بتتهم روسيا إنها بتحاول تخرب شريان حياة لأوكرانيا. الرد البولندي بيجي سريع وحاسم، إغلاق قنصلية روسية. موسكو طبعا مش بتسكت وبتهدد بالرد. دي مش مجرد خلافات، دي عملية تفكيك للعلاقات، خطوة ورا خطوة. وخلونا نكون واضحين، الموضوع أكبر بكتير من مجرد لعبة دبلوماسية. احنا بنتكلم عن دولتين خلاص على وشك يقطعوا علاقات تماما. لما النقاش يوصل في برلمان دولة لطرد سفارة بالكامل، فده معناه إننا عدينا نقطة اللا عودة، وإن آخر خيط تواصل بينهم على وشك يتقطع. طيب، دايرة التوتر بتوسع أكتر وأكتر، وبتوصل المرة دي لقلب حلف الناتو. الموجة اللي بعد كده مش على الأرض، دي في البحر، وهدفها بريطانيا. هنا روسيا بتلعب لعبة أخطر، لعبة استفزازات عسكرية، وكأنها بتختبر أعصاب الغرب في عقر داره. السؤال ده مش مجرد فضول، ده هو مفتاح الفصل الجديد في القصة. وجود سفينة تجسس روسية متطورة في المياه الحساسة دي أكيد مش صدفة، دي رسالة وتحدي ويمكن تحذير للي جاي. وهنا بقى الخطر الحقيقي. سفينة ينطار دي ما كانتش في رحلة سياحية، مهمتها كانت إنها ترسم خريطة دقيقة لشرايين العالم الحديث، كابلات الإنترنت والطاقة اللي بتوصل بريطانيا بالعالم. تخيلوا بس اللحظة لو الشرايين دي اتقطعت، الموضوع مش مجرد إنترنت هيفصل، ده شلل اقتصادي وأمني ممكن يرجع بريطانيا سنين لورا. وبعدين حصل اللي نقل الموضوع من تجسس في الخفاء لمواجهة علنية. إنك توجه ليزر عسكري على كابين الطيار دي مش مجرد مضايقة، ده عمل عدائي خطير كان ممكن يسبب كارثة. الحادثة دي اللي تعتبر الأولى من نوعها كانت كأنها تخطي لخط أحمر، ورفعت مستوى الخطر لدرجة جديدة تماما. بس التهديد مش بس جاي من بره. دلوقتي خلونا نغير الزاوية ونبص جوه، عشان نشوف إزاي الصراع الطويل ده بدأ يكشف عن شروخ وتصدعات في التحالف الغربي نفسه، وده بيفتح عليهم جبهتين من المشاكل في وقت واحد. هنا بنشوف وجهين لنفس المشكلة. على ناحية بريطانيا، القوة العسكرية الكبيرة، بتعترف إنها معتمدة بشكل مقلق جدا على الجيش الأمريكي. وعلى الناحية التانية أوكرانيا، اللي بتحارب عشان وجودها، بتواجه وحش من الداخل مش أقل خطورة من العدو الخارجي، وهو الفساد اللي بيهدد الدعم الغربي كله. والكلام ده على فكرة مش مجرد تحليلات، دي اعترافات رسمية من الحكومة البريطانية. التقرير بيكشف حقيقة صدمة، من أول صور الأقمار الصناعية لغاية الدفاع الجوي، بريطانيا معتمدة على أمريكا. والسؤال المقلق هنا، طب إيه اللي هيحصل لو أمريكا قررت فجأة إن أولوياتها اتغيرت؟ الإجابة بسيطة ومخيفة، بريطانيا وأوروبا هيلاقوا نفسهم في موقف صعب جدا. ودي يمكن أخطر نقطة في الموضوع كله. المشكلة مش بس سرقة فلوس، دي طعن في ظهر المجهود الحربي. كل دولار بيروح في الفساد معناه رصاصة ما وصلتش الجندي، أو درع ما حماش مواطن.
والأخطر إنه بيدي حجة لكل الناس في الغرب اللي بيدوروا على أي سبب عشان يوقفوا الدعم، وده ممكن يقطع شريان الحياة عن أوكرانيا. بس في الوقت اللي الغرب كان غرقان فيه في مشاكله الداخلية، روسيا كانت بتلعب لعبة تانية خالص على خريطة العالم. دلوقتي هنروح للناحية التانية من العالم عشان نشوف إزاي موسكو كانت بتبني بهدوء تحالفات جديدة وقوية بعيداً عن عيون أوروبا. كلمتين بساط على الشاشة بينقلونا آلاف الكيلومترات جنوباً لمكان بتترسم فيه قصة مختلفة تماماً، قصة بتكشف عن الوجه التاني للدبلوماسية الروسية اللي الغرب مش بيشوفوا كتير. وهنا بنشوف التناقض واضح جدا. في نفس الوقت اللي أبواب القنصليات كانت بتتقفل في وش روسيا في بولندا، أبواب شراكة استراتيجية عملاقة كانت بتتفتح لها في مصر. دي مش مجرد صفقة، ده إعلان واضح إن روسيا قادرة تبني جسور قوية في أماكن تانية، حتى لو جسورها مع الغرب بتتحرق. ومن الغلط إننا نبص للمشروع ده على إنه مجرد محطة كهرباء، لا، هو في الحقيقة حجر أساس لتحالف هيمتد العقود. المشروع ده بيربط البلدين بنقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر والإدارة المشتركة، وده بيخلق اعتماد متبادل ورؤية مشتركة للمستقبل. دلوقتي بعد ما شفنا كل الخيوط دي، جه الوقت نربطها كلها ببعض. اللي شفناه ده مش مجرد أزمات منفصلة، دي علامات على تغيير جيوسياسي عميق بيحصل، تغيير بيرسم خريطة القوى في العالم من أول وجديد. وده السؤال الأهم اللي بنطلع بيه: هل حرب أوكرانيا دي مجرد صراع على الأرض، ولا هي الشرارة اللي بتعيد تشكيل العالم كله قدام عينينا؟ الحرب دي شغالة زي كاشف، بتظهر نقط الضعف وبتجبر الدول تختار صفها، وبترسم بهدوء ملامح نظام عالمي جديد، عالم ممكن نصحى في يوم نلاقيه مختلف تماماً عن اللي نعرفه. فالسؤال مش إذا كان العالم بيتغير، السؤال هو إحنا هنتأقلم مع التغيير ده إزاي؟